السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل، يا صباح الحيوية والنشاط. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة وحسن الظن بالله ان اللي جاي يا رب يا رب ان شاء الله يكون احسن. فيديو جديد، روتين يوم الخميس. نعمل بقى كده اللي علينا علشان ان شاء الله نصحى يوم الجمعة كده يبقى الجو عندنا هادي، ما عندناش ولا ترويق في البيت ولا حاجات صعبة. ناخد كده يوم اجازة لنفسنا، حتى لو مش اجازة كله يعني، بس نعمل بس كده ايه حاجات خفيفة، نبخر البيت، نعمل فطار حلو، نعمل غدوة سهلة وخفيفة علينا. يبقى نخلص بقى كل اللي ورانا يوم الخميس. يلا كده بنشاط وحيوية نقوم نشوف اللي ورانا ايه. وقبل ما نبتدي في روتين يومنا نستعين بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. اول حاجة ابتديت بيها هي غرفة الاطفال. فتحت كده الشباك بتاعها علشان كده الهواء يدخل، ولو في شمس كده تخش تعقمني كده الدنيا، ويبقى ايه في كده تجديد للهواء في الشقة. علشان لازم نعمل كده، لازم اول حاجة نعملها اول ما نصحى من النوم نفتح الشبابيك، عشان كده تخش الطاقة الايجابية والطاقة السلبية تخرج بره، مش عايزينها. عايزين نبتدي كده يومنا بطاقة كده حلوة ونشاط. فاول حاجه كده فتحت الشبابيك وايه وعقمت الدنيا كده وخليت الهواء يدخل كده، وبعدين مسكت بقى السراير. انا الحمد لله ما كانش محتاجه ان انا اغير الملايات ولا اي حاجه، بس لو انتي بقى محتاجه تقومي كده تغيري الملايات بتاعتك وتنضفي كده الاوضه وتخليها زي الفل. علشان ايه بكره ان شاء الله الجمعه، فيبقى عندنا كده يوم ايه نعمله احنا لنفسنا كده، نص يوم اجازه كده يعني. يبقى ايه في حاجات بس خفيفه، يعني مثلا نعمل فطار حلو، اكله سهله وبسيطه، نبخر بس البيت، لكن ما يبقاش محتاجين ان احنا ننظف البيت ولا نروقه ولا كده. هو بس يوم الجمعه ده نخليه كده الاكله خفيفه وسهله. واهم حاجه اهم حاجه في يوم الجمعه هي طبعا سوره الكهف، نخصص لها كده وقت. شوفي مثلا، يعني انا بحب قوي بعد صلاه العصر بصلي العصر وبعدين بقعد اقرا سوره الكهف. ده لازم كده يبقى حاجه اساسيه يوم الجمعه. دي حاجة حلوة جدا، كفاية ان هي بتبقى نور ما بين الجمعة والجمعة، فهو فضلها كبير قوي وحاجة حلوة جدا. حاولي تواظبي عليها ان شاء الله، ربنا يكرمك كده بقراءتها كل جمعة، وتبقى عادة عندك قراءتها يوم الجمعة، لان كفاية ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بقراءتها يوم الجمعة، واشار لينا كمان ان هي بتبقى نور ما بين الجمعتين. فطبعا ده فضل لا غنى عنه، احنا مش في غنى عن الفضائل. فده فضل حلو جدا. حاولي تكسبيه كل جمعة وتخليها عادة في حياتك، كل جمعة لازم ان احنا نقرأها. خلاص بقى خلصت غرفة الأطفال، وبعدين جيت بقى على الأوضة اللي هي دايما فيها مطحنة، اللي هي الأوضة اللي احنا يعني دايما لينا كده في الشقة مكان بناكل فيه ونشرب فيه ونتفرج على التلفزيون فيه، وده بيبقى أكتر مكان بيتبهدل في اليوم كله. فده بقى لازم ايه يعني ايه نتك عليه شوية كده في النظافة. أنا هنا شلت بقى المفرش اللي انا فرشاه كده على الارض، ونفضت كده الركنه بتاعتي تنفيضه كده حلوه، وبعدين كنست الارض بقى وجبت من تحت الركنه وكل حاجه، وبعدين جبت شويه ميه فيهم بس شويه معطر كده صغيرين وحبه كلوروكس الوان وكبتهم على الارض. ما كانش فيه داعي ان انا اجيب جردل بقى واسيق واعمل، لا احنا عايزين كده ايه نخف علينا التنظيف وايه يعني ما يبقاش شاق قوي عندنا. هو بس الشقه خلاص الحمد لله بدل نظيفه، وطول ما احنا ايدينا فيها على طول ومحافظين عليها مش هتتبهدل ولا اي حاجه. جبت كده الموب وقمت جايه بقى ايه كبه الميه في الارض وقعدت امسح بقى في الموب وتحت الركنه وكده. وفي الاخر خالص كنت عايزاها تنشف بسرعه لان كمان الجو ساقع فكانت هتطول معايا في النشفان. فجبت بس كده الفوطه دي انا خصصها للتسييق. كانت ناشفه خالص، فقعدت بقى انشف ايه الميه اللي هي صعب ان هي تنشف بالموب بس بقى. وقمت جايه بقى كنت حاطه المفرش زي يتهوى شويه كده في البلكونه، وبعدين دخلته بقى وفرشت كده الدنيا وحطيت تاني المشايه ورجعت بقى المخدات كده، وخليت بقى الدنيا زي الفل كده. وخلاص كده الشقه بقت معايا تمام الحمد لله ان انا خلصتها. وهقوم بقى الصبح كده بالي رايق، ولا في ترويق شقه ولا في اي حاجه خالص. دخلت بقى على المطبخ قلت اعمل كده حاجه حلوه بقى ناكلها كده. كان عندي بطاطا، هي كانت صغيرة يعني، لو كنت حطيتها ان هي تتشوى في الفرن
الفرن كان بيتهيألي ان هي هتنشف ومش هيكون فيها لحمه قوي يعني ان احنا ناكلها. فقلت بقى اغير بقى ايه من شوي البطاطا واعملها بطريقه تانية كده سهله وحلوه وايه وبصراحه بيبقى طعمها حلو جدا. هي بس يعني ايه يعني اللي مش عايز يتخن هو ده بس اللي يبعد عنها، لان هي بصراحه دسمه شويه. بس هقولك الطريقه هي حلوه جدا، ممكن تعمليها وتاكلي منها كميه كده صغيره مش لازم كتير. بس ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم جدا. انا جبت كده البطاطا طبعا غسلتها كويس جدا وقشرتها، وبعد ما قشرتها غسلتها كمان مره كمان. وانت جايبه مقطعاها اي تقطيع بالنسبه لك قطعيها، بس يا ريت تقطعيها على بلانش احسن، لان انا قطعتها على ايدي وبصراحه وجعتي صبعي السكينه، لان البطاطا تقطيعها صعب شويه وانا بقطعها بايدي كان بتيجي على صبعي كده فعورتني كذا تعويره. فانتي قطعيها على البلانش هيكون اسهل بالنسبه لك. جيت بقى حطيتها كده في الحله، وحطيت عليها ربع كوبايه سكر وربع كوبايه ميه، وسبتها بقى ايه لغايه ما تتهرى خالص، يعني لغايه هي مش هتاخد معاكي وقت لان هي اصلا صغيره، فهي ايه بتستوي بسرعه. بعد خلاص ما اتهرت قمت جايه حاطه عليها مكعبين زبده، وقمت جايه بقى هرساها مع بعض كده بالهراسه، وسبتها بقى ايه لغايه ما اندمجت كده كلها مع بعضها. وبعدين شلتها، كنت خلاص بقى قبل ما اهرسها كنت خلاص طفيت عليها النار، والزبده هتسيح مع السخونيه لان هي لسه سخنه جدا. هرستها بقى كده هرسه حلوه مع الزبده ومع البطاطا والسكر، والميه طبعا كانت خلاص اختفت. وبعدين جبتها بقى وزعتها كده على كاسات، حطيتها كده في كل كاس حطيت مثلا معلقتين او حاجه، مش همليها قوي لان انا لسه هحط عليها لبن. هحط عليها لبن من غير اي اضافات خالص، لبن دافي كده، بدل هي سخنه حطي عليها لبن دافي وقلبيها في بعض، هتلاقي اللبن اندمج مع البطاطا. وبقيه البطاطا حطيتها في طاجن، وكنت عامله له برده كنت عامله دلوقتي اهو معاكم حطيت كوبايه لبن عليها معلقه نشا عليها معلقه سكر او نص معلقه سكر، انا عايزاه يبقى عادب خالص. المهلبيه دي هتبقى عادبه خالص، وهقوم جايه حطاها فوق ايه هساوي البطاطا كده كويس في الطاجن، وهحطها عليها من فوق المهلبيه، احط عليها من فوق واحط عليهم معلقتين قشطه كده، وهدخلها الفرن عشان تكرمل وتاخد اللون الحلو ده. واللي هي كاسات البطاطا دي حطيت عليها زبيب وجوز هند. بصراحه اللبن بيندمج مع البطاطا، مش بيبقى كانها لبن، لا بيبقى كانه كاستر، بس طبعا طعم البطاطا. بس بصراحة اللبن بيديها طعم حلو جدا، واللبن طبعا دسم، وحاطين قشطة وحاطين قبل كده زبدة، فهي أكلة دسمة شوية، بس بصراحة بيبقى طعمها حلو جدا. حطي بقى عليها أي مكسرات عندك، بتبقى مثلا لو عندك سوداني أو لوز وبندق والحاجات دي بتديها طعم حلو جدا. أنا اكتفيت بالمكسرات بس اللي عندي، كان عندي شوية زبيب كده وجوز هند حطيتهم على الوش. وبعدين بقى ايه قلنا بقى ناخدها كده يعني ايه كفطار كده، احنا كنا فطرنا الصبح بس دي ايه تحلية كده بعد الفطار اكلناها. واللي هو بقى الطاجن ده سبته بقى ايه لما يبرد خالص، لان ده بالذات لازم تسيبيه لما يبرد علشان المهلبية كده تكون ايه مسكت في بعضها، ما تكونش سايبة. انتوا عارفين المهلبية لما تبقى سخنة بتبقى لسه سايبة، لكن لازم تسيبيه يبرد خالص علشان يتماسك كده في بعضه. خلاص بقى خدنا كده بقى الكاسات البطاطا دي وقعدنا اكلناها، كان طعمها حلو قوي. وبعدين قلنا بقى ايه اقوم بقى اشوف بقى اكمل اللي ورايا بقى، مش عايزين بقى البطاطا تكسلنا ونقعد كسلانين، لا عايزين كده بنشاطنا نقوم بقى ايه نكمل بقية البيت. كان عندي بقى هنا المواعين اللي باقيه من الفطار واللي عملتها كمان مع البطاطا، قلت بقى كده اقف ايه اغسلها عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه خالص. كنت بقى واقفه هنا كده وانا بغسل المواعين محتاره اعمل اكل ايه النهارده، اعمل اكل ايه مش عارفه. بس هنعمل بقى دلوقتي اكله حلوه مع بعض كده، وبرده ايه بمناسبه النهارده يوم الخميس يبقى نعمل لهم اكله مختلفه، اكله كده ايه ما بنعملهاش غير كل فين وفين، وممكن كمان ولادنا يطلبوها من بره. احنا هنعملها كده على قدنا بقى بالامكانيات بتاعتنا في البيت. هتبقى كده ايه حلوه وانضف كمان من بره. وكمان تعالوا بس اقول لكم على حاجه مفيده كده لاولادنا ناكلها لهم في نص اليوم في اول اليوم في اخر اليوم، المهم على قد ما نقدر ندخل لهم الاكله دي كده في النص. هنعمل جزر مبشور، انا كنت بشراه معاكم في الفيديو بتاع المره اللي فاتت، وكنت سبته كده. انا ايه ببشر الجزر وبسيبه بحطه بقى على السلطه، بحتاجه مثلا في اي اكله في شوربه عدس في اي حاجه، المهم ان هو يكون عندي مبشور كده وجاهز. فجيت بقى ايه بحب قوي ان انا اديه لاولادي، هم ايه بيحبوا الجزر. فهم مثلا ما بيشوفوا كرتون الارنب بياكل جزر فبيجري بسرعه مش عارفه ايه، فاهمين انتوا الحاجات دي. فالحته دي نستغلها بقى ان احنا ايه نديهم الجزر عشان تبقوا لما تجروا بسرعه زي الارنب.
فقمت جايه بقى بشراه، وقمت جايه بشره عليه بنجرايه، بس بنجرايه صغيره عشان ايه ما تغيرش من لون الجزر، عشان يفهموا ان هما اللي بياكلوه ده جزر، او في كده تبقى الوان قدامهم كتير، فايه فتشد نظرهم للحاجه. وكمان علشان يتشجعوا ان هما ياكلوه، طبعا كل الاطفال بتحب الحاجه المسكره، فانا حطيت على ده معلقه صغيره كده عسل، و يعني كل طبق معلقه صغيره من العسل الابيض، هيبقى مسكر كده بالنسبه لهم وهيحبوه قوي وهياكلوه. طبعا مفيد جدا جدا، والبنجر بيرفع الانيميا، وبجد أكلة حلوة ومفيدة جدا لأولادنا. حاولي على قد ما تقدري تدخليها في يومهم، ليهم حاجة هتفيدهم جدا. تمام، تعالي بقى نخش بقى على هنعمل النهاردة برجر. أنا هعمل العيش معاكم، بس اللحمة بتاعت البرجر كان جايالي جاهزة، هي دي اللي خلتني اصلا ان انا اعمل الاكله النهارده. لما لقيتها عندي قلت خلاص هعمل عيش البرجر في البيت، ونعمل بقى ايه برجر كده، وتبقى الغدوه بتاعتنا تبقى غدوه وعشاء مع بعض النهارده. يلا بينا نشوف طريقته عامله ازاي. انا هنا معايا كوبايه دافيه من اللبن او الميه، زي ما متوفر عندك اعملي. حطيت عليهم معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر، وقلبتهم مع بعض وسبتهم كده شويه لغايه ما لقيت فقاعات الخميره كده على الوش اتعملت، يبقى هي كده تمام جاهزه لايه ان احنا نستخدمها. حطيت عليها 4 كوبايات من الدقيق، وحطيت كمان ربع كوباية من الزيت، وحطيت نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، بيخلي كده فيه ارتفاع حلو للعيش. تمام كده. وطبعا نص معلقة ملح، نص معلقة صغيرة من الملح. هبتدي بقى ان انا الم العجينة كده، واقوم جاية بقى ايه عجناها باللبن، حبة حبة باللبن او بالمية زي ما تحبي، حبة حبة لغاية ايه ما هتلم معايا. لما تلاقي العجينة لزقت في ايدك قوي ومش راضية ان هي تلم معاكي، شيلي ايدك خالص من العجينة وروحي اغسلي ايدك وسيبي العجينة كده دقيقتين، ورجعي تاني هتلاقيها مش هتلزق في ايدك جامد ولا حاجة. بس حاولي بقى ان انت ايه، يا اما طبق كبير يا اما تنزليها على الرخامة وتعجنيها كويس جدا. عجينة الكايزر لازم، او الفينو او الحاجات دي لازم تتخدم حلو قوي في العجينة عشان تطلع لك نتيجة حلوة. بتفضلي تعجنيها كده، تديها بالبوكسات وضرب وهاتك ويمين وشمال لغاية ما تقول حقي برقبتي، عشان تطلع معاكي كده حلوة وهشة، وتبقى ايه مفرغة كده من جوه وتبقى حلوة. تمام كده. هي بنفضل نعجن فيها، هي ما بتبقاش عجينة ناشفة قوي، لا هي بتبقى ايه فيها سنة تلزيق خفيفة كده، عشان تدينا الطراوة الحلوة اللي احنا بنحتاجها في العيش. هجيب بقى الطبق تاني وهدهنه كده زيت، واقوم جايه حاطه عليه العجينة، وعاملة على وشه برضو نقطة زيت كده، واقوم جايه ايه مغلفاه بقى بكيسة كده او بفوطة او بأي حاجة، وتسيبيه لغاية ما يخمر معاكي. بعد كده بقى هاجي ان انا هقرصه، وانا بقرصه بتحاولي تقرصيه، يعني تعمليه اللي هي الكور دي، خليه مثلا كده قد البيضة او حاجة. انا عملته هنا صغير عشان انا عندي برضو ايه ابني كده لما ياكله كده يقدر عليه، يعني ما يكونش كبير وياكل نصه ويسيب نصه. تمام. بتقرصيه بقى، وانت بتقرصيه كده بتحاولي تدخلي العجينه جوه، تدخلي العجينه جوه، ده اللي بيخلي العجينه لب من جوه او عرق كده من جوه، ويخليها كده ايه فيها الفراغات بتاعه العيش الفينو او الكايزر اللي احنا بنجيبه من بره. وبعد كده ايه بتقرصيه كده بقى على قد الحجم اللي انت عايزاه، وبتحطيه على الصينيه. انت الاول بتسيبيه بس كده 10 دقايق يهدى، وبعدين بتقومي جايه حطاه في الصينيه، وضغط عليه بس بصوابعك ضغطه خفيفه قوي، ما تبططيش تخليها قرصه، لا هي ضغطه بس خفيفه كده بس وخلاص. وبتحطي على وشه، انا هنا دهنته ما دهنتوش بالبيض، انا دهنته بميه وعسل، ودهنته على الوش بس علشان انا هحط عليه سمسم وحبة البركة، فلازم تحطي عليه بيض بقى او مية بالعسل او مية بالسكر زي ما تحبي، علشان السمسم وحبة البركة تمسك عليه. ودخلته بقى الفرن كده ايه يعيش حياته، واخد بالي منه جدا، ويبقى على درجة حرارة لا عالية قوي ولا واطية قوي، في النص كده يعني 180 مثلا. تمام. جبت بقى هنا اللي هي البرجر ده بيجي جاهز، جوزي كده بيجيبهولي جاهز. قمت جايه بقى حاطه تحته بصل وفلفل، حطيت البصل والفلفل ده اللي احنا بنحطه في البرجر العادي، مش احنا بنحط حلقات بصل وحلقات فلفل، لكن انا حبيت ان هي تستوي كده شويه، يعني تاخد سويه كده شويه، وتاخد كمان من طعم اللحمه، فهيبقى احلى بكتير من ان انتي تحطيه ني. كان خلاص بقى هنا العيش اهو خرج معايا. اول ما يخرج يبقى معاكي بقى بخاخه ميه كده وتبخي عليه ميه. انا ما كنتش لاقي البخاخات اللي عندي كلها ضاعت كده مره واحده، قمت جايبه طبق فيه ميه، وكنت باخد كده بايدي وارش عليه، برش عليه كده علشان يفضل طري معاكي. وبعدين بتحطي بقى عليه فوطه كده شويه، وتسيبيه كده شويه ايه 10 دقايق ولا حاجه عشان يفضل طري. البخار كده لما بيتكتم كده فيه هيخليه طري كده وحلو، وهيخليه كمان يخرج معاكي من الصينيه بسهوله.
تمام كده. كان هنا بقى خلاص اللحمة كمان كانت خلاص استوت وخلصت. قلت بقى ايه احسن صوص عشان يحسسك كده بطعم بره، ان انتي تدمجي الكاتشب مع المايونيز. ادمجي كده شوية كاتشب مع شوية مايونيز مع بعض، وقومي جاية دهنة العيش من تحت، وتقومي جاية حاطة بقى اللي هو البصل والفلفل، بياخد كده كرملة من الفرن وبيبقى طعمه حلو قوي. احسن ما تحطيه ني، ده بالنسبة لي كده احسن. وبعدين بقى بتحطي طماطمايه على خس على قطعة اللحمة بتاعتك، وبعدين تحطي فوقيها طماطمايه تاني، خس تاني، يعني زي ما تحبي بقى ايه الحشوة دي بتاعتك انتي. كنت خلاص بقى حشيته، وعملت كمان حمرت جنبه كده بطاطس عشان تبقى الاكلة تكمل كده وتبقى حلوة، وكمان حطيت معاه كاتشب. وبس كده، ودي كانت الغدوة بتاعتنا النهاردة. اللهم لك الحمد ولك الشكر، ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. بس بقى كده خدوة كده سهلة وخفيفة. وكمان قلت اقطع معاكم بقى طاجن البطاطا، برضو كان طعمه حلو قوي. وكمان كانت القشطة على الوش كده اللي احنا حطيناها على الوش كان مدياله كرملة ومدياله طعم حلو جدا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومة بسيطة. ما تنسينيش بلايك واشتراك ودعوة حلوة منك في التعليقات. اشوفكم فيديوهات تانية كتير، اسيبكم في رعاية الرحمن. مع السلامة.